السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا بإذن الله. وصفتنا النهاردة القطايف ليها أكتر من طريقة. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وسريعة بدون خميرة وبدون سميد، وازاي تطلعيها مقرمشة من أول واحدة لحد آخر واحدة، وكمان ازاي تظبطي الشربات بتاعها. وهنأكد تاني من غير خطوات كتير ومن غير مكونات كتير، وكلها اقتصادية وموجودة في البيت. نبتدي كده بسم الله ونصلي على الرسول. أول حاجة يا بنات، شربات القطايف بيكون بارد وتقيل، فهنبتدي بيه الأول. هنحط كوباية من المية، كوبايتين من السكر، ونسيبهم يغلوا غلوة، وبعد كده نضيف عليهم نص ليمونة. بعد ما نضيف نص ليمونة يا بنات هنقلبها كده تقليبة صغيرة بحرص. في ناس ممكن تحط نص ليمونة نفسها في الشربات، بس انا بحب الطريقة دي اكتر. بعد ما بضيف نص الليمونة بهدي عليها النار 9 دقايق بالظبط، وبعد كده بقفل النار واحط عليها معلقة صغيرة من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز يا بنات دلوقتي بقى متوفر في كل مكان وسعره مش غالي. لو مش حابة براحتك، ممكن تضيفي لها رشة من الفانيليا، رشة من يعني ايه معلقة صغيرة كده من السمنة، برضو بتديلها لمعة وبطعمها حلو. شايفين الشربات بتاعي قوامه حلو، لسه طبعا يا بنات سخن جدا، فهسيبه يبرد كده مع نفسه. وكمان الشربات بتاعي ناجح. بصي على الكسرولة هتلاقيها مفيش اي بواقي سكر ولا اي حاجة. نبتدي بقى في العجينة. معايا كوباية ونص من الدقيق المنخولين. تمام، هنخله كده كويس. معايا معلقة صغيرة من النشا، معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، ورشة ملح. تمام. فاضل معانا بقى المية اللي احنا هنضيفها. هنبتدي كده يا بنات الأول بكوباية من المية، وهنقلبها بالمضرب السلك بتاعنا. طبعا ممكن تعملي الخطوات دي كلها في الخلاط. تمام يا بنات، احنا ضفنا كوباية من المية. اللي معايا الكوباية دي التانية نص كوباية. تمام اهو. انا عارفة ان الخليط بتاعي هيحتاج كل كوباية ونص دقيق هيحتاج كوباية ونص مية، بس برضو لازم نعمل بحرص واحدة واحدة. اهو شايفين في فقاقيع ابتدت تطلع في العجينة، يبقى انا كده العجينة بتاعتي ناجحة وماشية زي ما انا عايزة. تمام، يبقى كوباية ونص دقيق قصادها كوباية ونص من المية. ممكن انتي تحتاجي مية اكتر، بس يعني بمقدار يا دوبك معلقة معلقتين بالكتير. ازاي اعرف ان قوام العجينة بتاعي نجح؟ هجيب كده المعلقة واقلبها. تمام، واحط خط كده بايدي. لو الخطين جم على بعض يبقى لسه انا محتاجة شوية مية كمان. هعملها تاني معاكم اهو. هنزل كده، احط صبعي كده، بصوا ما بينزلش الخط مفتوح، لسه ما بينزلش، ما بيجيش على بعضه يعني. تمام، وهبتدي اصفيها. طيب لو حسيت ان الخطين بيجوا على بعض، يعني انا مثلا حطيت بصبعي كده والخطين بيجوا على بعض، انا كده هحتاج معلقة مية. تمام تمام، اديكوا شفتوا القوام المظبوط بتاعها. وكمان يا بنات اما احطها يعني على المعلقه ما بتكونش بتنزل من على المعلقه، بس ماسكه نفسها برضو لسه شويه. تمام، صفيناها، لازم نصفيها يا بنات حتى لو هنعملها في الخلاط. بصوا بقى، انا هجيب طاسه مش مدهونه اي حاجه. انا هجيب البراد اعمل بيه. انت عندك ازازه هتخرميها من فوق مثلا وتعملي بيها، ماشي. هتقدري تتحكمي في الكبشه برضو براحتك. عندك الازايز بتاعه الصوصات الكاتشب والحاجات دي برضو براحتك. اي حاجه متاحه وتقدري تشتغلي بيها. هنسخن البوتاجاز يا بنات على يعني درجة حرارة عالية، وبعد كده نعملها على المتوسط. طبعا احنا هنجرب اول واحدة او اول واحدتين لحد ما نظبط النار. تمام اهو. هنحط كده، طبعا لازم يطلع فقاقيع او الدوائر اللي هي الصغننة دي. اول ما تبتدي احط ايدي الاقي لسه في بلل او ايدي بتتبل منها، يبقى لا. بصوا استوت من فوق، بس من تحت يا بنات ما خدتش اللون اللي انا محتاجاه. لا، يبقى انا كده محتاجه اعلي درجه الحراره شويه. انا كنت عاملاها يعني اقل من الوسط بحاجه بسيطه. انا دلوقتي عملت درجه الحراره الوسط. تمام، نراقبها كده هتلاقي ابتدت تعمل دواير صغيره. طيب انا لو زودت في البيكنج باودر شويه، او لو حبيت احط خميره وحطيت زياده عن المعلقه الصغيره الممسوحه، هيحصل ايه؟ اولا هتلاقي النقط دي او الدواير دي بقت من الناحيتين، وهتبتدي تشرب معاكي زيت، وكمان هتطق منك في الزيت.
يعني وانتي بتقليها، تمام. انما الطريقة دي هتخلي الشربات يشرب يعني هتخلي القطايف تشرب الشربات كويس. بصوا بقى ده من الوش عامل ازاي، ومن الظهر لونها كده ايه بيج او محني يعني زي ما بيقولوا. تمام، هكمل بقى بقية الكمية زي ما انتم شايفين كده. طيب يا بنات، انا دلوقتي حطيت الكمية بتاعتي، ممكن تحطي اكتر من طاسة علشان تخلصي الكمية. انا عاملة كمية بسيطة علشان اللي حابة تجرب في كمية بسيطة تجرب. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي اهو، خطيرة. ان شاء الله قريب جدا هنعمل الطريقة التانية اللي هي بالسميد وبالخميرة وبالدقيق الابيض العادي يعني. تمام، بس كل واحد بيرتاح في طريقة فبيعملها. طبعا هنا انا يعني نسيت وشديتها كده بسرعة علشان ابني كان بيشدني فخفت اتلسع صراحة. بصوا لونها عامل ازاي، هنبتدي نكمل الكمية ونخلص في الاخر. بصوا يا بنات شكلها عامل ازاي، لونها ده الظهر وده الوش. بصوا ده الظهر لونه عامل ازاي وده الوش، خطيرة ولونها من قدام يعني الفتحات اللي قدام بصوا عاملة ازاي، مفيش فتحات من ورا. بصوا خطيرة. انا لما بطلعها يا بنات بحطها، ما بغطيهاش على طول. لو غطيتها على طول وحطيتهم فوق بعضهم هتعرق وتلزق في بعضها وتعجن. لا انا بسيبها الاول يعني ايه، بطلع قطعة من القطايف بحطها على الفوطة، وبعد كده بروح احط في الطاسة الدور اللي انا هعمله يعني، وبعد كده ارجع اغطيها تكون طلعت البخار اللي فيها شوية. بس ما سيبهاش يعني مش متغطية لفترة طويلة علشان ما تنشفش مني واقدر ان انا اقفلها. طبعا يا بنات الحشوة يعني اختياري. انا بحب احشيها سوداني، ممكن بقى تحشيها اي مكسرات. في ناس ممكن تحشيها قشطة، ايا كان المكسرات اللي انت حباها او الحاجة اللي انت حباها. هبتدي اقفلها كويس عشان ما تفتحش مني في الزيت. شايفين لونها عامل ازاي اهو. طبعا يا بنات لو حابة ان انتي يعني ايه تعمليها تقفليها زي الكونو كده وتقليها، او تحشيها نوتيلا او تحشيها قشطة او كريم شانتيه او اي حاجة من اللي انتي حباها براحتك. بس الولاد عندي او في البيت عندي بيحبوا الطريقة دي اكتر، بيحبوا اللي هي المقلية مش التانية. تمام، شايفين شكلها عامل ازاي، نقفلها كويس. هنحط طاسة على النار، نحط فيها شوية زيت، نسخن الزيت كويس جدا، وبعد كده نعمله على درجة حرارة متوسطة. يعني أول ما ننزل القطايف نعمله على درجة حرارة متوسطة علشان تستوي يا بنات وما تاخدش لون، يعني تاخد لون وما تبقاش لسه استوت. شايفين شكلها عامل ازاي. دلوقتي نبتدي نقلبها كويس. عايزة تديها لون زيادة براحتك، عايزة يعني تطلعيها وهي لونها فاتح برضو براحتك. هبتدي اطلعها يا بنات كده، انا شايفة ان اللون ده بتاعها مناسب جدا بالنسبة لي. هطلعها على مصفى، انا عارفة انها مش هتشرب زيت بس برضو زيادة تأكيد بحب اطلعها على مصفى. احط بقى الدور التاني كده ونرجع تاني. بصوا يا بنات انا سايباها في المصفى، بصوا مفيش ولا نقطة زيت نزلت منها ولسه مقرمشة. ده اللي بيخليها مقرمشة ان انت تصفيها اكتر من مرة. دلوقتي ابتدي احطها في الشربات. طبعا انت لو ضامنة انها تطلع مقرمشة او قصدي يعني مثلا ان انت لو ضامنة انها مش هتنزل زيت، طلعي من الطاسة على الشربات على طول. ابتدي اقلبها كده. بصوا الشربات بتاعي تقل وبقى زي الفل. طبعا انتي لو متحبيش الحاجه مسكره زياده عن اللازم ممكن تعمليها بشربات خفيف، مفيش مشاكل، مفيش حاجه اسمها صح ومفيش حاجه اسمها غلط. زي ما انتم شايفين كده الشربات بتاعي. طبعا هخلص الكميه واشيل بقيه الشربات في برطمان في التلاجة ينفعني في وصفه قطايف تانية او في اي حلويات تانية ليها الشربات التقيل. شايفين يا بنات هبتدي اقلبها كده. طب اطلعها من الشربات امتى؟ اول ما اطلع الطاسه التانية يا بنات. تمام، شايفين شكلها عامل ازاي. طبعا بعتذر ان انا معرفتش اسمعكم صوت القرمشة لان الصوت كان جنبي يعني دوشة. تمام، شايفين شكلها عامل ازاي، خطيرة. انا زينتها في الاخر يا بنات بالسوداني، طريقة سهلة وسريعة وما خدتش مني وقت. ونسيت اقول لكم ان انا ما خمرتهاش، انا سبتها بس 5 دقايق. والسلام عليكم.